السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايبي ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض احلى صينية عجة ممكن تعمليها بكل سهولة. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. شايفين العجة وجمال العجة؟ تورتاية عجة يا جماعة، تورتاية. اول حاجة طبعا معايا هنقشر بطاطستين كده حلوين. هنقشرهم ونقطعهم ونرفعهم على النار. نحط عليهم كده كاتل ميه سخنه ونرفعهم على النار عشان ما تاخدش وقت يعني في السلق. اهوت البطاطستين دول مثلا مش هاخد بس منهم غير واحده يعني مسلوقه بس تقريبا يعني. كده هنحط عليهم بقى كاتل ميه سخنه ونعلق عليهم ده عشان خاطر يعني ما ياخدوش وقت على النار يا جماعه. ولما بتقشري البطاطس قبل ما بتسلقيها ما بتغيبش في السلق وبتبقى بسرعه وبيبقى احسن يعني. معايا بقى الخضره بتاعتي عباره عن شبت وبقدونس وكزبره ربطه كده، وهنقطعها كده زي ما انتم شايفين. هنقطعها رفيع كده يا جماعه. ال- العجه ديت انا ما عملتهاش يمكن من يعني اول مره اعملها تقريبا بعد ما اتجوزت. ده 19 سنه ما عملتش العجه دي خالص تقريبا يعني. فانا بعملها بطريقه امي الله يرحمها. بحب اعملها بالبطاطس يا جماعه، بتبقى طعمها احلى من اللي من غير بطاطس. وممكن هنا بديل البطاطس ممكن نحط كرنبيط بدل البطاطس، ممكن نسلق الكرنبيط ونحطه مكان البطاطس. معايا بقى بصلتين كده هنقطعهم. هم فرمتهم في الكبه. وعلى النار بقى كده يا جماعه هنحط الصينيه بتاعتنا كده على النار. والبطاطس بتتسلق اهيت. هنحط شويه زيت حلوين وننزل بالبصلايه اللي احنا قطعناها. هيدي لها تشويحه كده. ونحط قرن فلفل حامي كده يا جماعه، اللي بيحب الفلفل الحامي. انا بحب الفلفل الحامي فحطيت قرن اهوت. عايزه تستغنى عنه ماشي عادي، بس انا بحب القرن الفلفل ده كده بيدي طعم حلو في العجه برضو. وممكن لو عايزه تحط اخضر عادي يعني المتاح عندك حطيه. هنشوحه كده مع البصل. معايا بقى كده بالطماطمايه هقطعها او طماطمتين. عايزه تضربهم في الخلاط عادي، عايزه تقطعيهم تقطعيها. انا قطعتها كده يعني. هي كده كده هتستوي في البصل. وعايزه تعمليها من غير طماطم اصلا عادي برضو. هحط لها بقى كده كوبايه ميه عشان خاطر، او نص كوبايه ميه عشان خاطر تستوي الطماطم دي تستوي يعني في البصلايه كده يا جماعه. عايزه تضربها في الخلاط اضربيها، عايزه اصلا ما تحطهاش خالص برضو ما تحطهاش. هننزل بقى البطاطس ونهرسها. وهنا بقى الخضره بتاعتي متقطعه يا جماعه، هفقش عليها البيض اهوت. حطيت 4 بيضات. هي اصلا صينيه صغيره يا جماعه، صينيه العجه دي مش كتير يعني مش كبيره اصلا خالص، صغيره، ده اصغر مقاس عندي في الصواني. شويه فلفل اسود اهوت، وهنضربهم كده بالشوكه. وهنزل على الخضره. ومعايا برضو البطاطس كده انا مهرستها، البطاطس اللي هي المسلوقه. هنا التقليه، جبت التقليه اهيت وحطيتها على ال على البيض وعلى الخضره. هسيب الصينيه زي ما هي، هحط فيها على طول العجه بتاعتي، مش هغسلها ولا حاجه.
زي ما هي يعني. وهنحط بقى البطاطس المسلوقه بتاعتنا بعد ما نهرس كده الخليط مع بعضه. البطاطس يا جماعه بتتهرس وهي سخنه كده على طول، مرمله اصلا الايام دي وجميله كده. بطاطس جديده مش بتاعه التلاجات، فبتبقى حلوه ومرمله وكده زي ما انتم شايفين كده. هنزل على الخليط بتاع العجه بتاعي اهوت، وهقلبها كويس. الله يا جماعه بحب الخضره بتاعتها كتير كده، يعني بتبقى تحفة، وريحتها تحفة، وطعمها والله جميلة قوي قوي قوي. وحاجة كمان يعني ايه، حاجة مختلفة ما عملناش من زمان. هنا شوية الملح وشوية كمون، وشوية احنا حطينا كده كده فلفل اسود يا جماعة في ال مع البيض. وهحط شوية بيكنج باودر، نص كده الكيس، يعني نص معلقة كده صغيرة بيكنج باودر. احنا كنا الاول بنحط لها كربوناتو او بيكربونات الصوديوم. هنا بقى البيكنج باودر بديل البيكربونات الصوديوم، هي يعتبر زيه يعني. هنا نفس الصينيه اللي احنا عاملين فيها التقليه، احط لها شويه زيت كده وانزل بالخليط بتاعي وعلى الفرن عدل اهوت. الله على الجمال، والله بقى ما اقولكوش، اقسم بالله تحفه التحف كده. دخلتها الفرن، طلعتها من الفرن، ما خدتش وقت في الفرن يا جماعة. شايفين الجمال؟ هنقطع التورتاية بتاعتنا بقى، وعينك ما تشوف الا النور. معاكي بقى كده رغيفين عيش سخنين، وشوية مخلل، شوية خضار، حتة جبنة، حاجة كده يعني. وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.